السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين بحلول شهر رمضان الكريم. النهاردة ان شاء الله هنعمل التمر باللبن اللي مفيش غنى عنه على السفرة بتاعة رمضان نهائي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام وصلنا بالتمر باللبن على الفطار، لانه فيه بركة فيه بركة فيه بركة. هنفصص البلح بتاعنا ونشيل منه النوى ونشيل منه الراس اللي هي موجودة في العنقودة دي. انا كده فصصته اهوت وشلت منه النقى بتاعه، وشلت الراس اللي هي موجوده في العنقوده بتاعته ديت علشان خاطر ما يكونش فيه حاجه. وطبعا التمر دوت تمر طري، انا مش عامله تمر ناشف، عامله تمر طري بيطرى على طول في اللبن وبيشرب من اللبن بسرعه، وبالتالي بيديكي نتيجه سريعه ونتيجه كويسه. ممكن تعملي بالتمر الناشف البلح الناشف العادي، بس تنقعيه من الصبح في اللبن، او تحطي عليه اللبن بيغلي قبلها بساعتين ولا ب3 ساعات، لانه مش بيشرب اللبن بسرعه زي البلح الطري ده. احنا كده خدنا اللبن بتاعنا نسخنه على النار، مش هنسخنه قوي، يا دوب يسخن بس كده، وبعدين ننزل بيه على البلح بتاعنا قبلها بساعه ولا بساعتين بالكتير. هنجيب اللبن وننزل بيه على البلح بتاعنا قبل الفطار بساعتين كده ولا بساعه، وتنقعيه شويه، وبعد كده نشوف هنعمله ازاي. بس هو سخن زياده شويه مش مشكله، ما هو كده كده الجو برد وهيبرد على طول. وبعد كده نسيبه ساعه لحد لونه ما يصفر شويه كده، وبعدين نرجع نشوف هنعمله ازاي. بس اوعي تنسي تعملي لايك وشير للفيديو. ودوت البلح بتاعنا بعد ما سيبناه وفات عليه حوالي ساعتين، خلاص هو كده خد اللون، لونه اصفر خالص، اللبن بقى لونه اصفر خالص كده، تعرفي ان البلح داب في اللبن. هو البلح لما يدوب في اللبن تلاقي اللبن لونه بقى اصفر. وناخده بقى ونضربه في الخلاط، تحطيه في الخلاط ضربيه ضرب جامد علشان خاطر يبقى ناعم خالص، ما يكونش فيه اي قشور الا حاجات بسيطه كده. هنفضيه كله في الخلاط ونضربه مع بعض. كميه تعملي على قد ما انت عايزه، كميه كتير كميه شويه زي ما انت عايزه. وتجيبي معلقتين 2 سكر وعليهم حاجه بسيطه خالص 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 قرفه، يا دوب حاجه كده بس تدي ريحه وطعم بسيط كده، وتدي بس نكهه جميله للتمر بتاعنا النهارده. وممكن لو عايزه تضيفي معلقه عسل ابيض يبقى احسن، ولو عايزه تسيبيه من غير سكر خالص يبقى برضو كويس، لان البلح طبيعي البلح الرطب بيبقى مسكر. وبعد كده نفرغه في الكاسات بتاعتنا ونقدمه بالهنا والشفا. بس ما شاء الله البلح الرطب دوت مفيش غنى عنه في الفطار، وحاجه كده ما شاء الله بالهنا والشفا جميله. ودي النتيجه بتاعتنا النهارده، تمر باللبن، حاجه حلوه قوي قوي قوي، كلها افاده ليكي ولاولادك. هي ديت النتيجه بتاعتنا النهارده. ان شاء الله تعملي لي كومنت وتكتبي لي من انهي بلد عشان اعرف انت بتتابعيني منين.